لا أعتقد بأن الذاكرة المغربية ما تزال تحتفظ بملاحظة جد مهمة حدثت في 2022. ملاحظة تستحق أن نعود إليها اليوم، خاصة وأن المغرب يعيش في 2025 لحظتين: لحظة الانتشاء بالإنجاز الكروي المبهر في مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة، ولحظة خروج المظاهرات والاحتجاجات على تدهور قطاعات حيوية في المغرب كالصحة والتعليم. الملاحظة التي سنعود إليها تخص أسابيع سبقت انطلاق مونديال قطر أواخر عام 2022، وهي تلك الأسابيع الطويلة، إن كنتم تتذكرون، من الاحتجاجات والمظاهرات الليلية التي كانت ساكنة مدينة تقع في قلب الفسفاط، تخرج خلالها للمطالبة بتحسين ظروف العيش. مظاهرات كانت قوية من حيث زخمها ومطالبها، لكنها لم تكن تصل إلى عموم الرأي العام المغربي بشكل الواسع بسبب سياسة الحجب والفصل الإعلامي والتعتيم، وعدم تناول ما يسمى الصحافة المغربية لتفاصيلها. إنها احتجاجات مدينة أزمور التي شهدها شهر أكتوبر ونوفمبر قبل انطلاق مباريات كأس العالم ودخول المنتخب الوطني المغربي غمار المنافسة. وانطلق الحدث الرياضي يوم 20 نوفمبر، وزاد إشعاع المنتخب الوطني المغربي بعد كل مباراة ليوازيه في مدينة أزمور اضمحلال وتلاشي الخرجات الجماهير للمطالبة بالشغل والمستشفى والكرامة والعدالة والتوزيع العادل للثروة، حتى اختفت نهائياً، لتحل محلها في الشوارع والساحات خرجات الجمهور فرحاً بالإنجازات الكروية. إنها الكرة معشوقة الأنظمة المتسلطة قبل أن تكون بهجة العشاق والجمهور. إنها الكرة المسكن الفعال لكل غضب اجتماعي والمخمد لكل بارود شعبي. إليكم هذا الفيديو الموثق للملاحظة. غادينا في الشارع عباد الله، انتم غادينا في الشارع كيحبسونا. واش كاين شي حاجه اكثر من هذا؟ حنا غاديين ناس سلميين، غنسير دينا الفوق. مبروك علينا هذه البدايه.